وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. امبارح نشوف اللي حصل في مباراة الأهلي ونادي الهلال. طبعا الأهلي كان بعيد عن مستواه تماما، معرفش كولر كان موجود معاهم في الماتش ولا كان بيتابع وهو لسه في سويسرا. حد شافه يا جماعة في الماتش ولا ما شافوش؟ فما يعني انا هنشوف. يعني احنا الكلام الناس كلها زعلانة من كولر وبتقول لك كفاية على كده، وهو امبارح ما كانش بيدير الماتش بين الملعب صحيح ولا لا. هو كولر كان موجود وكأنه مش موجود. وتعالوا نشوف قال ايه في المؤتمر الصحفي. كنا بحاجة للدقة أمام الهلال، وهذا سبب تأخير التبديلات. طبعا هو بدأ التبديلات بعد دقيقة 70 حاجة و70، يعني هو الماتش بيخلص والفريق التاني عمال يغير تغيرات اضطرارية وتغيرات غير اضطرارية وينشط في فريقه، وانت جبت جون في الأول، وبدل ما تزود بقى النتيجة والشوط التاني تبدأ بقفشة وتقوي نفسك، لا انت عمال تموت اللعب ومش عارف تعمل تسديدة على بين الثلاث خشبات. تمام. وكان في تهديدات على الاهلي يعني حوالي 3-4 تهديدات، لو واحده منهم رشقت كنا زماننا روحنا كده. مارسيل كولر بيقول لك ان فريقه بحاجه الى الدقه في التسجيل المزيد من الاهداف خلال مواجهه الهلال. يا جماعه انت ما لعبتش اصلا، ولا في اداء ولا في تنظيم، ويعني وعشوائي. يعني فاز الهدف بدون رد، وطبعا معاك الجماهير ومعاك الناس وحضور جماهيري ومستحوذ ومش عارف توصل لايه باي طريقه من الطرق، لا بالكور الثابته ولا عارف تاخد فاولات بره ال 18. ما ماشي الحكم كان ضدك ووحش وكل حاجه، بس لا يعني انت المفروض معاك لعيبه سوبر، فالمفروض يعني ايه تقتنصوا الفرصه. وكنا الماتش اقل حاجه يخلص ساعتها امبارح، كان انت ضيعت الفرصه، ويا ريت يوم التلات الجاي ما تندمش. استحوذنا على معظم فترات المباراة، ولكننا كنا بحاجة لمزيد من الدقة في التسجيل عدد أكبر منه. نحن حققنا الانتصار والتأهل للدور الثاني يكون بمجموع المباراتين، وعلينا إنهاء هذا المهمة بنجاح. هنشوف. تأخر التبديلات. كنت سعيد بالمجموعة التي بدأت المباراة والأمور كانت تسير بشكل جيد، خاصة أن من الصعب دخول اللاعب البديل سريعا في الجون. ما أنت دخلته في آخر 5 دقايق ومعرفش يدخل الأجواء، كأنك لو أنت كنت سبت اللي موجودين كانوا أحسن، لما تعمل التغييرات من بدري. إهدار الفرصة. نحن نملك جودة اللاعبين ولكن ينقصنا التوفيق، وهذا ما يورد حدوثه. بن شرقي لم يلعب في الجانب الأيمن فقط، ونحن نحاول استغلال إمكانياتنا. بن شرقي طول عمرنا بنقول إنه هو بيجيد في ناحية الشمال، فأنت ثبته ناحية الشمال وخليه يلعب ويسرح وتمام. لو حصل مشاكل في ناحية الشمال يبقى بدله، لكن إيه هو عمال يروح هنا وهنا ومش في ثبات. تمام. وكان يعني كويس إنه بيرجع، بس برضه لازم نثبت الأماكن عشان اللعيبة تظبط أكتر. وكان المفروض حسين شحات ينزل بدري وينزل ناحية اليمين، إن حسين شحات بيجيد أفضل ناحية اليمين من الشمال، فأنت إيه عكست الحاجتين وده تشتيت. قد دخلنا في المعسكر منذ التمرين والتركيز كان موجود، لم يكن هناك أي تشتيت بسبب فترة الراحة، لكن في تشتيت في الملعب. أكرم توفيق ما زال لاعبا في الأهلي، وأعتبره من أفضل اللاعبين الموجودين في الفريق، ومشاركته لا علاقة لها بتواجده من عدم في الموسم. أقوم بتقييم اللاعبين وفقا لجهدهم وأدائهم في التدريب. غياب معلول. يحيى عطية الله قدم مباراة جيدة. يحيى عطية الله بقاله 3 شهور ما بيلعبش، يعني أنت لو نزلت معلول معلش كان هيبقى أحسن بكتير من يحيى عطية الله. ونفسه داخل فيك تجعلنا غير قادرين. انت مش طايق معلول اصلا يا كولر. ليس اللاعبين فقط الذين شعروا بالغضب تجاه الحكم، ولكننا ايضا كنا غاضبين من قرارات التحكيميه. هدف محمد هاني اللي نجدك الصراخيه في ايه. تعال بقى شوف كلام مدرب الهلال، بيقول لك بالغنا في احترام الاهلي من البدايه واكره اضاعه الوقت. هو كان بيضيع الوقت اكتر ما بيلعب. الجون يقع، اي واحد منهم يتخبط كده او يبقى في احتكاك يروح واقف ضرب 2-3. يا عم بتاع الهلال انت، لا انت كذاب كده. ضيعت نص الايه، نص، يعني بدل 6 دقايق وقت ضايع المفروض ناخد 15 دقيقه في الشوط الاول، 15 دقيقه في الشوط الثاني وقت ضايع.
فلوران يبيجي مدرب الهلال على ثقته في قدرات فريقه رغم الهزيمة أمام الأهلي بهدف واحد. وبعدين مدرب الهلال: كنت أعلم بصعوبة المباراة، احترمنا الأهلي بشكل زائد، انتوا اللي جبتوا لنفسك يا كولر خلال أول 15 دقيقة، لكن بعد ذلك استعاد التوازن. إضافة إضاعة الوقت لسنا من الفرق التي تهدر الوقت. أنا أكره لا، أنت ضيعت وقت كتير كتير جدا، والحكم لعب معاك، وده الحكم ضرب مع محمد هاني. قد تعرضنا لعبنا الإصابة، كنا نرغب في اللعب حتى النهاية. حارس المرمى كان بيقع لوحده من غير ما حد يلمسه. عبد الرؤوف يعقوب لاعب مميز جدا، لكن وفقا لخطة المباراة اليوم لم يشارك، كذلك كوليبالي شارك كبديل إن هو عاد من إصابة. خسرنا من أهل الملعب بثلاثية في الماضي بسبب العصبية الزائدة وذلك سوء أحذية اللاعبين، لكن اليوم ظهرنا بمستوى رائع. ولكن الحسم في مباراة الإيه؟ العودة. ورينا يا كولر هتعمل إيه. جراديشار: كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف أمام الهلال. جراديشار بقول لك عملوا تحليل كده للحركات بتاعته، لقوه ما دخلش ال 18، يعني هو ما دخلش القرص بتاع 18 ده اللي هو المفروض مهاجم، فكولر بيخليه يلعب على الطرفين ويلعب في النص ويرجع. طب خش ال 18 العب كرة بالهيد، العب شوط من ما دخلش ال 18. يعني التحليل الاحصائي اللي اتعمل رجليه فين، ما دخلش ال 18. فده يتقال بقى لكولر: انت ليه ما بتخليش يدخل ال 18، بخليه يرجع لورا؟ طب انت جايب مهاجم ماشي. جراديشار كان بيهاجم بره وبسم الله مطرقع الدنيا وبيجيب اجوان، واول ما جه كان طب ما دام مسمى موجود فهو جراديشار بيساعده من بره. لا لا، خلي لهم الاثنين جوه ال 18 وهات لهم ناس ماشي بتساعدهم من تحت. يرى ناس جراديشار ان فريقه كان يجب ان يسجل اكثر من الاهداف امام الهلال رغم الفوز. قال شار عبر قناة بين سبورت: كان علينا تسجيل أهداف أكثر، صنعنا أكثر من الفرص، للأسف لم نحولها إلى أهداف. يجب، فقال في المباراة القادمة يجب علينا نستمر في هذا ونسجل أهداف. سنلعب كفريق ونريد أن نلعب كما لعبنا اليوم، علينا فقط أن نتحلى بالثقة ونسجل الأهداف. هناك تفاهم كبير بيننا أنا وسام وأشرف بن شرقي رغم أننا نلعب معنا منذ فترة قصيرة. أضاف: هذا الأهلي على الهلال واحد دون رد. حقق الأهلي محمد هاني الهدف ليكون الحسم بين الفريقين في المباراة العودة في موريتانيا 8 إبريل. طبعا امبارح كان بيلعب كمان نادي ايه، بيراميدز. بيراميدز بقى منع جماهير الجيش الملكي ان هم يدخلوا الاستاد، ماشي. وجماهير ودلوقتي الجيش الملكي مش هيشتكيهم، الجيش الملكي عامل شكوى ضد بيراميدز. فبيراميدز بقى بيوضح حقيقة منع جماهير الجيش الملكي من الدخول الملعب. ده انتوا مالكوش جماهير اصلا يا بيراميدز، عشان كده ايه، محدش هيروح وراكوا المغرب ولا هتلاقوا جماهير، فعشان كده بتمنعوا الجماهير هنا من الجيش الملكي ما يدخلش. انتوا كسبتوا 4-1 بس ممكن هناك تتغلبوا 3-0 بسهولة او 4-0، ان الجيش الملكي شديد جدا على ارضه. والحركة اللي انتوا عملتوها دي وحشة جدا في حقكم. اسأل الشيبي المغربي المغربيين بيلعبوا ازاي في المغرب. أوضح هشام زايد المنسق الأمني لنادي بيراميدز حقيقة منع جماهير من حضور المباراة، وفاز بيراميدز برباعية ضد لهدف واحد. بيراميدز لم يمنع جماهير جيش الملكي من حضور المباراة. كان التنسيق في الاجتماع الفني أن يحضر 5% من عدد التذاكر وفقا للوائح كافة أي 100 تذكرة من أصل 2000 للمباراة. واضح الجيش الملكي طلب زيادة عدد التذاكر بسبب حضور بعض الجماهير من خارج المغرب، وفعلا أعطيناهم 100 تذكرة أخرى بالإضافة إلى 20 تذكرة خاصة و40 دعوة مجانية، وبذلك وصل عدد الإجمالي إلى 260 تذكرة. طب ما تخلي الناس تدخل يا عم تحضر، الناس اللي بتشجع يعني أنت مضرور في إيه يعني؟ ما أنت ما بتلعب في مصر، يعني المفروض جماهيرك يبقى كتير. الأمن فوجئ أن هناك 1500. طب 1500 هيرعبوك؟ 1500 هيرعبوك وأنت في مصر؟ المفروض أنت في مصر يحضر لك مثلا 20 30 ألف 50 ألف متفرج. 1500 تعبينك يشجعوا الجيش الملكي من جنسيات مختلفة، وعرضنا على الأمن إدخالهم، لكن الأمن سمح أولا للجمهور الذي يحمل تذاكر المباراة بالدخول، ومن ثم فحص باقي الجمهور
قبل سماح لهم بالدخول، هو الأمر الذي رفضته الجماهير وكانت تريد الدخول بشكل جماعي، وهذا لا يتماشى مع الإجراءات الأمنية. لا لا لا، مش ما يجيش منك الكلام ده يا بيراميدزاوي خالص خالص خالص، ان انت تمنع ايه الجماهير المغربية. الجيش الملكي اهو بيقول ان احنا الجيش الملكي يشكو بيراميدز للاتحاد الافريقي النهارده اهو يا جماعه. تقدم نادي الجيش الملكي بشكوى ضد نادي بيراميدز بعد ازمه دخول اهو الجماهير للمباراه الافريقيه، وفاز بيراميدز 4-1. تمام. تحقيق ان اداره نادي الجيش الملكي كافه انصار الفريق الاوفياء الذي تنقلوا باعداد كبيره الى القاهره لدعم فريقنا في المباراه ضد بيراميدز في اطار ربع نهائي، لكنها قامت بجميع الاجراءات اللازمه لضمان حصول الجميع على حقها المشروع في الولوج الى الملعب وفقا للوائح الاتحاد الافريقي لكره القدم. ابلغتنا اداره بيراميدز انهم خصصوا 100 تذكره 5%، اي 1500 تذكره على الاقل. تمام. لسه قامت اداره ايه بحضور ايه، يعني هم كانوا محضرين 1500 زي ما بيراميدز قالوا لهم. بيراميدز بيقولوا العكس وبيقولوا يكذبوا. طبعا احنا مصدقين طبعا الجيش الملكي ان هو الجيش الملكي. ماشي، ايه 1500 يعني ايه المشكله ما يحضروا يعني. دلوقتي النهارده في ماتشات مهمه. نادي الزمالك هيلعب الساعه 4. اختتم فريق الزمالك تدريباته مساء الثلاث على استاد كيب تاون استعداد لمواجهة فريق ستيرينيبوش الجنوب أفريقي. ويحل الزمالك ضيفا على ستيرينيبوش الجنوب أفريقي الأربعاء في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. حرص البرتغالي بيسيرو على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المباراة طالبا بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد وشرح بعض الأمور الفنية التي تتم تنفيذها في التدريب. طبعا خاصة الجهاز الفني فترة خططية للاعبين للتدريب، سمح لوسائل الإعلام 15 دقيقة بحضور أول 15 دقيقة في المران. يحل الزمالك ضيفا على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الساعة 13 عصرا في ذهاب دور 8 في الكونفدرالية. طبعا مين اللي بيلعب في الكونفدرالية تاني؟ بوجلبان. بوجلبان عمل مؤتمر بيقول لك صفوفنا مكتملة لأول مرة ضد سيمبا التنزاني وجماهيره ستعطينا الدافع للفوز. بوجلبان شدد أنيس بوجلبان طبعا المدرب المصري ولاعب النادي الأهلي السابق والصفاقسي التونسي ومنتخب تونس على أن صفوف فريقه ستكون مكتملة ضد سيمبا التنزاني. استعد المصري من سيمبا التنزاني على ما هيلعب الماتش على ملعب السويس الجديد. وقام بوجلبان خلال المؤتمر الصحفي الخاص دخلنا مرحلة الأدوار الصعبة لكنني أثق في لاعب المصري. صفوفنا مكتملة لأول مرة منذ فترة طويلة وسعيد لاكتمال الصفوف. حضور جماهيرنا العظيمة للمباراة الغد سيعطينا القوة لمباراة اليوم. يعني أعد جماهيرنا لألا ندخل جهدا في سبيل ألا ندخل جهدا في سبيل إسعادهم. لدينا درا كثامة بمفاتيح لعب سيمبا ونسأل الله التوفيق للاعبينا. المصري تأهل لربع النهائي بحصول على المركز الثاني في المجموعة خلف الزمالك، وسيلعب الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة الزمالك وستيلينبوش. يعني لو الزمالك كسب والمركز كسب هيلعبوا الماتشين على ايه؟ على ارض ايه؟ مصر المحروسة. طبعا برضو سان داون كسب امبارح 1-0 ضد فريق الترجي التونسي. وكانت ماتش برضو جامد جدا، والترجي بقى مطلوب منه ان يفوز اكتر من 1 في مباراة العودة. طبعا الجيش الملكي اشتكى الزمالك زي ما قلنا. طبعا مباريات النتائج بقى بتاعت مباريات الامس. الاهلي كسب الهلال 1-0. ريال مدريد تعادل مع ريال السعودية 4-4. بيراميدز كسب الجيش الملكي بعد منع الجماهير 4-1. نوتنجهام فورست كسب مانشستر 1-0. أرسنال كسب فولهام 2-1. الاتحاد السعودي كسب الشباب 3-2.
ووفنهام وكسب وست هام يونايتد 1-0. الكمار وفالفيك في الدوري الهولندي 2-2. مامولودي سان داونز كسب الترجي 1-0 في جنوب افريقيا. اورلاند باتريس كسب مولودية الجزائر اورلاند باتريس ده يا جماعه الواحد اللي كسب الاهلي. اورلاند باتريس ده جاي من بعيد، ركزوا مع الفريق ده، فريق جامد جدا جدا. كاس فرنسا باريس سان جيرمان كسب دانكيرك 4-2. جيل فيسنتي كسب بوافيشيستا 3-1 في الدوري البرتغالي. ارمينيا كسب باير ليفركوزن في كاس المانيا 2-1. النهارده بقى الماتشات المهمه. الساعه 3 الزمالك مع ستيرينبوش بطل جنوب افريقيا، والمصري الساعه 6 في مع ضد سيمبا التنزاني. طبعا مو صلاح هيلعب في الدوري الانجليزي ضد ايفرتون الساعه 9. اتلتيكو مدريد وبرشلونه 9:30. مرموش ومانشستر سيتي مع ليستر سيتي الساعه 9:15. نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد برضو الساعه 9:15. بورتسموث وايسون تاون الساعه 9:15. برايتون ضد استون فيلا المحمدي 9:15. ساوثهامبتون وكريستال بالاس 9:15. فاينورد وجرينيجن في الدوري الهولندي الساعة 8. قادسية والرياض في كأس الخدمين حرمين الشريفين الساعة 8. أسك ميموزا ضد نهضة البركان في كأس الكونفدرالية اللي بيلعب فيها الزمالك والمصري الساعة 6. شباب قسطنطينيا واتحاد العاصمة في الكونفدرالية برضو الساعة 6. كأس فرنسا كانيا واستاد ريمس الساعة 9. بنفيكا وفيرنسي في الدوري البرتغالي الساعة 9:15. شتوتغارت ضد لازيرج في الساعة 9:15 في كأس ألمانيا. لازم الأهلي يفوق، ولازم يكون في وقفة جامدة 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 من اللاعبين مع نفسهم، والخطيب لازم يتدخل، وكولر لو فضل على النظام بتاعه ده ممكن يرحل. يا عم خلود يا جامد حبيبي يا خلود. كده كولر هو اللي بيرحل نفسه بنفسه ويركب اول طياره لسويسرا بالنتائج السيئه اللي هو بيعملها. لو ما فاقش هياخد اول طياره، فكده ما ينفعش يا كولر وهتفضحنا. لازم الاهلي يفوق. كل سنه وانتم طيبين، وصلى على الحبيب قلبك يطيب، وعيد سعيد عليكم وعلينا.